السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا يا جماعة، هو مما لا شك فيه ان الموضوع يضحك. يعني انا مش بنكر ان الموضوع ما يضحكش. انا شخصيا مش هنكر ان انا ضحكت، هكذب. بس هو ضحك كالبكاء. يعني هو اللي انت وصلت له دلوقتي ان انت بتبرر تصرفاتك وبتبرر الكلام الفارغ اللي انت بتقوله والاساءات اللي انت بتقولها باني في افلام بتعرض على التلفزيون والناس بتتفرج عليها، والافلام دي افلام فيها مشاهد مشينه زي اللي تم عرضها على قناه الزمن. انا ماشي فاهم ده، بس هو في نقطه مهمه جدا. انا لما بروح اتفرج على قناه رياضيه، انا بتفرج على قناه رياضيه عشان اشوف آه، برامج رياضيه، عشان اشوف اخبار رياضيه، مش علشان اسمع شتيمه. ولما انا النهارده يعني ايه ابقى قاعد كده بتفرج مثلا على قناه فيلم كرتون مثلا، فلما يشتغل فيلم مثلا زي مثلا عمارة يعقوبيان اللي هو عرضه امبارح مثلا، طبيعي جدا ان انا هقوم قافل القناه. ليه؟ يعني انا مش قاعد اتفرج عشان اشوف فيلم عمارة يعقوبيان مثلا. انا قاعد مثلا عايز اتفرج مثلا على اي حاجه كرتون مثلا مع العيال. ايه اللي يخليني فجاه اقوم مفرج العيال على حاجات زي كده؟ انا النهارده بحط نفسي مثلا مكان المشجع الزملكاوي، ولان دي حاجه انا ما اتمناهاش، دي حاجه سيئه جدا. تخيل ان هو قاعد يتفرج مع مراته وعياله عايز يخليهم زملكاويه زيه، فيقوم شغال مشاهد زي دي. يعني حاجه صعبه يعني. يعني انا دلوقتي قاعد مع ابني عايز اخليه زملكاوي، فيلاقي المشهد بتاع هند صبري ولا المشهد بتاع خالد الصاوي. ايه ده؟ يعني انا ابني كده بعلمه ايه؟ انا بعلم ابني ايه؟ وهل الهدف ان انا اقول ان اللي انا بقوله عادي؟ لا، اللي انت بتقوله مش عادي. وكون ان انت ما بتتعاقبش ده مش معناه ان اللي انت بتقوله عادي. وكون انك انت مش عايز تتعاقب او هتوصل لدرجة انك ما تتعاقبش، ده مش معناه ان اللي انت قلته او اللي انت بتقوله او اللي لسه هتقوله عادي. فالمنطق نفسه منطق اعوج. المنطق منطق اعوج. آه المشكلة مش في كده، المشكلة في ان هو عمال مرتضى يتمادى فيما يفعل دون رادع من اي حد. وللاسف الشديد اقتناعه ان هو فوق المحاسبه وفوق القانون مخليه يتمادى في ده. المشكله ان بالرغم من كل القضايا اللي هي يعني زمان كانوا يقول لك ايه، يقول لك مشكلته انه عنده حصانه. طب ادي ما فيش حصانه. مشكلته ان هو مسنود بسبب الحصانه، مسنود بسبب ان هو عضو مجلس الشعب. طيب اهو مش بقاش عضو في مجلس الشعب، ولا يزال مرتضى منصور يعيش في الارض فسادا. طيب السؤال، هل النهارده يعني يا جماعه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ انما اهلك الله الذين من قبلكم انه اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه حد. وبعدين بيكمل الحديث وبيقول ايه؟ وايم الله لو سرقت فاطمه بنت محمد لقطع محمد يدها. انا ببساطه شديده جدا، احنا مش بنطالب بالمستحيل، احنا بنطالب باقامه العدل واقامه الحكم اللي اقامه العدل. ما هو القضاء ما قصرش. القضاء ادى سنه مع ايقاف التنفيذ تقديرا لعمره، وادى شهر حبس، ورغم كده لم يتم تنفيذ الحكم. يعني او انا ببساطه شديده جدا انا قلت ده قبل كده، احنا بنسير احترام الناس لمصر. الرصيد المصري بيتم تسييره بالطريقه دي. الرصيد المصري اللي عند الناس الرصيد المحترم، الرصيد اللي هو صنع لهذا البلد كيان وسط المنطقه، احنا بنسيره بمثل هكذا افعال. ما هو مش هينفع انك انت يبقى ده النموذج بتاع قناه النادي التاني في مصر، ده النموذج اللي بيقدمه القناة التانية في مصر، القناة اللي هي بتاعت النادي التاني في مصر، اللي ليه بالتأكيد إنجازات. مش محدش يقدر ينكر إن الزمالك ليه إنجازات في الرياضة بصفة عامة، ومش في كرة القدم بس. يعني بغض النظر عن رأيي أنا في الزمالك، بس دي حقيقة وليه شعبية. مش هننكر إن الزمالك ليه شعبية في مصر وفي بعض الدول العربية. لكن المنظر ده يعني لما يخرج العلن بالطريقة دي ويظهر العلن بالطريقة دي، ده بيسير من احترام المصريين، او بيسير من احترام الناس دي للدولة اللي هي عاشت فترة طويلة جدا
سيدة للأمة العربية وسيدة في المجتمع الأفريقي ومن أهم الدول في المجتمع الإسلامي. هذا يسير من رصيد القوى الناعمة في مصر، وهذا يسير بكثيرا من الرصيد المصري في العالم كله. أنا يعني مش عارف لمصلحة مين إن ده يستمر. أنا ما بقولش حاجة، أمارة يعقوبيان فيلم موجود في السينما بس مش مكانه قناة رياضية إطلاقا، مش مكانه. ويوم ما أجيب الفيلم أو مختار هذه المشاهد دون غيرها برضو ده مش مكانه، مش مكانه إطلاقا. أنا مش عارف نكلم مين، والله العظيم ما عارف نكلم مين. ربنا يسهل النهارده وبالليل نقعد نعلق على الحاجات دي، لأن في حاجات كتيرة تستحق التعليق أكتر من ده كمان. السلام عليكم.